يعود إليكم لتعود متعة التحليل الرياضي. استاد كرة اف ام. استاد كرة اف ام بنفكركم النهارده كانت المباراة النهائية في بطولة افريقيا للأندية ابطال الدوري لكرة اليد. الاهلي بيفوز على الترجي التونسي ب 26 مقابل 23 ويفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا ليلاقي الزمالك شقيقه المصري في كرة اليد الفائز ببطولة افريقيا لابطال الكؤوس على لقب السوبر، والفائز ان شاء الله يروح كاس العالم للأندية. نرجع تاني لمباراتنا النهارده الاتحاد والاهلي او الاهلي والاتحاد واللي انتهت منذ قليل بهدفين مقابل هدفين. في هذه المباراة الأهلي بتعادل مرة تانية. كابتن سامي كنا سألنا عن الاتحاد السكندري، أنت مدير فني للاتحاد بعد هذه المباراة وأنت بتعالج الأخطاء، هل هتعميك النتيجة عن الأخطاء ولا هتقول لعيبتك إيه؟ بص، هو أنا عايز بس أتكلم على الكابتن وليد اللي قال لك إحنا عملنا مباراة قوية ورائعة. تمام. هو عشان الجهاز الفني حاطط سيناريو، والسيناريو اللي كان حاطه بنسبة كبيرة حصل فيه الأهداف اللي هي جت أو السيناريو مشي معاه. تمام. لكن من أقل الماتشات اللي شفتها للاتحاد النهارده الاتحاد طبيعي يتغلب 4-5 مستريح. لو احنا شفنا النتائج اللي موجوده دي على الورق 4-5 مستريح، لكن هو في السيناريو عمله اللي هو بدا بخالد قمر مكان كاسونجو، وخالد قمر هو اللي جاب الهدف. تمام. وكان في انفراد اللي هو في الشوط الاول بتاع محمد سالم اللي راح بيه واضاع في الشق اكرامي، وعمل التغييره، دخل خالد قمر نزله لتحت مكان احمد الشيخ، وراح مدخل كاسونجو فرود، راح كاسونجو جاب له الهدف الثاني. فالسيناريو اللي هو عمله ماشي. طب هنشوف صاحب السيناريو كابتن مختار دلوقتي مع ريهام سويلم من جديد في ملعب المباراه. ريهام. كابتن مختار مباراه النهارده بالنسبه للاتحاد السكندري والنادي الاهلي زي ما قلنا مباراه جماهيريه بدون جماهير، ولو ان كان في جماهير يعني طبعا له درجات، ولكن قول لي في البدايه راضي عن اداء فريقك بنسبه قد ايه قبل ما ندخل في التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا راضي بالنتيجه، لكن الاداء الفريق كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. لكن انا عندي برضه مشكله كبيره ان هي خصوصا في الثلث ساعه الاخرانيه او الربع ساعه الاخرانيه، ان الاولاد في الماتش اللي قبليه طنطا بذلوا مجهود غير طبيعي خرافي زي ما بيقولوا، واحنا كمان ما خدناش راحتنا بالظبط 3 ايام ودخلنا مع النادي الاهلي، فاكيد ده عبء رهيب جدا على لعيبتي. انا مش راضي، لكن راضي باننا بعد ماتش طنطا وبعد ما اجي العب على طول النادي الاهلي بيومين 3 ان انا احقق النتيجه دي، اكيد ان دي نتيجه يعني حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه لي وبالنسبه لفرقتي يعني. طيب، وده اللي خلى التشكيله ان مثلا زي ما كنا بنقول الكاتونجو ولا كاتونجا مش موجود، كنت بتريحه شويه وبعدين تنزله، اصابه حازم امام برضو اثرت في وجود التشكيله او الشكل اللي ابتديت بيه المباراه. هو كاتونجو صراحه انا عملتها تكتيك. انا كلمته قلت له انا هحاول ان احنا ان شاء الله نطلع بالتايم الاولاني البر الاماني ان احنا نوصل ليه ان احنا نبقى متعادلين، وانا عندي امل ان انت لو نزلت ثاني تايم انا اقدر اعمل بيه حاجه كويسه جدا واقلب بيك الملعب، خصوصا ان دي ممكن يكون في استنزاف لجهود لعيبه النادي الاهلي بشويه. الحمد لله اللي انا كنت بكلمه فيها الحمد لله ان احنا قدرنا نوفق فيه، ان هو نزل وجاب لنا جون، وكان الجون ده ممكن نكسب بيه، لولا طبعا اكيد ان الخطأ اللي حصل ديت كان ممكن نطلع بالماتش احسن من كده. لكن لما اطلع متعادل مع النادي الاهلي بعد ماتش طنطا بالظروف اللي انا عشتها دي، اكيد وفي مصر المباراه اكيد دي حاجه كويسه قوي بالنسبه لي. محمد سالم كان عنصر فعال جدا في المباراه، ولكن في الاخر تم تغييره ولعبت خالد قمر ولعبت بكاسونجو. حبيت امن بقى يعني برضو النادي الاهلي خلاص بقى يا طابت يا اتنين عون زي ما بيقولوا في المثل يعني، فخلاص انا حبيت بقى ان انا امن شويه وان انا يعني ازود نص ملعبي شويه من هنا عشان طلعت سالم. لكن الحمد لله احنا استغلينا سالم بشكل كويس قوي في المهاره اللي عنده والسرعات اللي عنده، اتعاملنا معاه بشكل كويس قوي، وكان ممكن سالم كمان يجيب لنا جون في اول تايم، لكن الحمد لله على اي حال. حارس المرمى محمود السيد النهارده كان ليه دور هايل جدا، واكيد هو كان من الاسباب الرئيسيه للنتيجه اللي حصلنا دي. مبروك يا كابتن مختار، شكرا كتير جدا. ده كان لقاءنا مع كابتن مختار لسه مكملين معاكم في كوره.